كأس السوبر المصري اللي هيشارك فيه 4 أندية، هيشارك فيه النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا، اللي المباراة اللي هتكون بينهم وبين بعض هتكون يوم 6 نوفمبر. الأهلي هيلاعب سيراميكا كليوباترا والزمالك هيتلاعب نادي بيراميدز، والفرقتين اللي هيفوزوا هيقابلوا بعض في النهائي يوم 9 نوفمبر. ده بالنسبة لكأس السوبر المصري. أولا النادي الأهلي حصل على كأس السوبر المصري آخر 4 سنوات. النادي الأهلي حصل عليه في 2021 على حساب الزمالك، وحصل عليه في 2022 على حساب بيراميدز، وحصل عليه في 2023 على حساب مودرن سبورت، وحصل عليه في 2024 على حساب الزمالك. ولسه بقى النادي الاهلي هيلعب كاس السوبر 2025. عدد نسخ السوبر المصري 22 نسخه زائد نسخه 2025 اللي هي لسه هتتلعب يوم 6 نوفمبر. الاهلي حصل على السوبر المصري 14 مره، والزمالك حصل على 4 مرات، ونادي المقاولين العرب حصل على مره واحده، ونادي حرس الحدود حصل على مره واحده، وطلائع الجيش ايضا حصل على مره واحده. ولسه نسخه 2025 اللي هنبدا فيها لعب ان شاء الله يوم 6 نوفمبر، يعني 6/11، والنهائي هيكون يوم 9 نوفمبر اللي هو 9/11. السوبر المصري كان الاول بيتلعب من جوز انديه، كان بيشارك فيه جوز انديتين كانوا بيشاركوا في السوبر المصري، كان غالبا بيكون الاهلي والزمالك. لكن في النسخه ال21 من السوبر المصري تم تغيير النظام وبقى يشارك فيه 4 أندية شبه نسخة 2025 اللي هتتلعب حاليا، اللي هيكون فيها 4 أندية، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. الزمالك أول نادي مصري يفوز بكأس السوبر المصري عام 2001. فالسوبر المصري بطولة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي ونادي الزمالك وجميع الأندية. جميع الأندية في الدوري المصري بتسارع على السوبر المصري، والسوبر المصري بيشارك فيه بطل الدوري وبطل الكاس اللي هو بطل كاس مصر، وبعد كده بيكملوا على حسب ترتيب الدوري، يعني يعتبر بيشارك فيه أول 4 أندية في ترتيب الدوري. فإن شاء الله نسخة الدوري المصري اللي هتكون رقم 22 اللي هتكون يوم 6 نوفمبر 6/11، النادي الأهلي هيلاعب نادي سيراميكا كليوباترا، ونادي الزمالك هيلاعب نادي بيراميدز، واللي هيفوز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هيطير على طول عن النهائي، واللي هيفوز من مباراة الزمالك ونادي بيراميدز هيطير برضو على النهائي. والنهائي هيتلعب يوم 9 نوفمبر، هيتلعب في الإمارات. بطولة السوبر المصري بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي، ومهمة أيضا لنادي الزمالك، ومهمة لجميع الأندية. فبطولة السوبر المصري بطولة مهمة جدا، وهي بطولة محلية للأندية المصرية بيشارك فيها الأندية المصرية. بطولة السوبر المصري بطولة مهمة. طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين جاب مدرب جديد اللي هو جيس سورب، لسه مدرب كويس جدا جدا. لسه اللاعيبة هتتقابل معاه بعد التوقف الدولي، وعشان يستعدوا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أو مباراة السوبر المصري ومباراة الدوري المصري. ونادي الزمالك حاليا نادي الزمالك حاليا بتمر بالأزمة المالية. الزمالك لديه أزمة مالية كبيرة جدا جدا في هذه الفترة الحالية. الزمالك عنده مشاكل مالية كبيرة. طبعا اللعيبة عايزة تمشي وتسيب نادي الزمالك بسبب انها مستحقات مالية مش حصلت عليها. خوان الفيرا اول واحد عايز يمشي، وطبعا جميع الأندية والمدرب عايز يمشي فيريرا. فالزمالك فيها أزمة مالية كبيرة جدا جدا. أعتقد إن ديت أكتر حاجة مأثرة على نادي الزمالك، خصوصا إن أرض أكتوبر لسه ما رجعتش نادي الزمالك. فالمفروض يعني نادي قوي شبه نادي الزمالك مش يبني كل طموحاته على قطعة أرض أنت مش ضامن، ممكن تخسر، ممكن تضيع منك شبه ما هي ضاعت كده بالظبط. ويقولون إنها هترجع في خلال أيام، لكن لسه الكلام ده لم يؤكد ولم يكن صحيحا أساسا. فالنادي الزمالك نادي كبير وهو المنافس الأول والأخير للنادي الأهلي. سيبقى النادي الزمالك هو المنافس للنادي الأهلي. فنادي الزمالك نادي قوي ونادي مهم، وهو الذي يجمع النادي الأهلي دائما. فالنادي الأهلي ونادي الزمالك هما قطبي الكرة المصرية. نادي الزمالك نادي قديم، نادي عريق، نادي حصل على بطولات كثيرة. نادي الزمالك نادي مهم وهو المنافس الأول والأخير للنادي الأهلي. أما بالنسبة لنادي بيراميدز فنادي بيراميدز نادي قوي. نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة ظهور قوي جدا جدا، حصل على بطولات أفريقية ووصل، يعني هو حصل على دوري أبطال إفريقيا ووصل إلى انتركونتيننتال اللي هي بطولة كأس العالم للأندية. نادي بيراميدز بيلعب فيها حاليا. هو دلوقتي لسه بيلعب في نصف النهائي، المباراة اللي جاية اللي هتكون امام من بطل الامريكتين. يعني بيراميدز لو فاز فيها هيطير على طول للنهائي اللي هيقابل فيه باريس سان جيرمان اللي هو بطل دوري ابطال اوروبا. فنادي بيراميدز نادي قوي ظهر في الفترة الاخيرة. نادي بيراميدز لسه متأسس قريب جدا، متأسس من حوالي 7 سنوات. فنادي بيراميدز نادي جديد، فهو طبعا هو حاليا هو المنافس للنادي الاهلي. نادي بيراميدز هو المنافس الاول للنادي الاهلي حاليا، ان كان في الدوري المصري او في السوبر او في الكاس
الكاس او في دوري ابطال افريقيا، فهو المنافس للنادي الاهلي حاليا. فنادي بيراميدز نادي قوي، وهو الان من اقوى الانديه في الدوري المصري بعد النادي الاهلي، هو ثاني اقوى فريق بعد النادي الاهلي دلوقتي، لان نادي بيراميدز فيه فلوس كتيره جدا جدا، ونادي قوي ونادي مهم ونادي كبير حاليا، وعاد نادي قاري، يعني هو حصل على بطولات قاريه اساسا، حصل على بطولات في افريقيا. فنادي بيراميدز نادي مهم جدا جدا. اما بالنسبه لنادي سيراميكا كليوباترا، فنادي سيراميكا كليوباترا نادي كويس، نادي يعني نادي متوسط، نادي بيروح الكونفدراليه، نادي بيجيب الثالث على الدوري او الرابع على الدوري في ترتيب الدوري المصري، فهو نادي كويس احسن من انديه الدوري المصري الثانيه. فنادي سيراميكا كليوباترا نادي مهم جدا جدا، ولعب طبعا في كاس السوبر المصري كذا مره، لعب في كاس السوبر المصري كتير، فهو نادي مهم جدا جدا، وهيشارك في موسم 2025 في السوبر المصري النسخه 22 لبطوله السوبر المصري، هيشارك، هيلعب المباراه بتاعته اللي هتكون امام النادي الاهلي. لو فاز على النادي الاهلي سيطير على النهائي اللي هيقام يوم 9 نوفمبر، ولو نادي بيراميدز فاز على نادي الزمالك سيطير هو ايضا على النهائي اللي هو هيكون يوم 9 نوفمبر اللي هو 9/11. فطبعا يعني احنا جينا نقارن بين الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، الانديه اللي هتشارك في السوبر المصري نسخه رقم 22، الانديه بينها وبين بعض فرق كبير جدا جدا. يعني انت لو جيت تقارن بين الاهلي والزمالك في فرق جامد في عدد البطولات. النادي الاهلي حصل على السوبر المصري 14 مره، نادي الزمالك حصل 4 مرات، نادي سيراميكا لم يحصل عليه ولا مره، رغم انه صعد الى كاس السوبر المصري كذا مره، صعد كتير لكن لم يحصل عليه ولا مره. نادي بيراميدز ايضا قابل النادي الاهلي في النهائي والنادي الاهلي فاز على حسابه. النادي الاهلي فاز اخر 4 سنوات في السوبر المصري، فاز في 21 و22 و23 و24 ولسه 2025. ففيه فرق كبير جدا بين الاهلي وبين الزمالك وبين بيراميدز وبين الاهلي وبين بيراميدز وبين الزمالك وبين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ايضا وبين الاهلي وبين الزمالك. فالانديه ديت انديه مهمه جدا جدا بدات تصعد. فانا احب ان الدوري المصري والسوبر المصري والكره المصريه يكون فيها منافسه، يكون جميع الانديه قويه عشان نشوف منافسه، يعني الفريق اللي يفوز ببطوله يكون يعني تعب فيها، مش ياخدها بالراحه كده. لكن اصل انت كل ما يكون الفرق صعبه والانديه المشاركه فرق قويه وصعبه هتلاقي متعه في كره القدم. فاحنا نحب ان السوبر المصري يكون فيه قوه ويكون فيه مشاركه قويه، يعني نحب الانديه المصريه بشكل عام ان هم يكونوا اقوياء كلهم عشان نشوف منافسه. يعني انت عندك الدوري الانجليزي، يعني الفريق ممكن ياخد الدوري يعني بفرق نقطة واحدة عن الفرق التانية. يعني احنا عندنا في الدوري المصري ممكن النادي الاهلي ياخد الدوري المصري يحسمه من الدور الاول من المباريات. يعني انت متخيل معايا ممكن يكون لسه ليه 5-6 مباريات ويكون هو ضمن الدوري المصري خلاص. ده يدل على ايه؟ يدل ان الانديه اللي في الدوري المصري انديه مش قويه، انديه ضعيفه. فاحنا نتمنى ان الكره المصريه تكون كره قويه جدا جدا ويكون فيها منافسه ويكون فيها متعه. فده اللي احنا نتمناه للكره المصريه عشان نشعر بطعم الكره المصريه. وطبعا مبروك لمنتخب مصر التاهل الى كاس العالم مونديال 2026. كده انا قلت لك على كل تفاصيل تخص الدوري وكل تفاصيل تخص السوبر المصري. طبعا السوبر المصري هيتلعب يوم 6 نوفمبر ان شاء الله، هيشارك فيه 4 انديه، الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. الاهلي هيلاعب سيراميكا كليوباترا والزمالك هيلاعب بيراميدز، ده هيكون يوم 6 نوفمبر. والفريقين اللي هيفوزوا هيقابلوا بعض على طول على النهائي اللي هيكون يوم 9 نوفمبر. السوبر المصري بطوله قويه وبطوله مهمه جدا جدا. وطبعا النادي الاهلي حصل على كاس السوبر المصري 14 مرة ونادي الزمالك حصل عليه 4 مرات، وطلائع الجيش حصل مرة، وحرس الحدود مرة، والمقاولين العرب مرة. إن شاء الله انتظرونا يوم السوبر المصري اللي هيكون يوم 6 نوفمبر. توقعاتكم معايا لمباراة السوبر المصري، من سيفوز ومن سيحسم اللقب؟ وما تنساش الاشتراك الجميل واللايك. وكان معكم السيد إبراهيم في كورة مع السيد.